السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن أمرين، المالتي لاين والمالتي لاين ستايل. اختصار أمر مالتي لاين هو ML انتر، واختصار مالتي لاين ستايل MLST. هنكتب تحت ML انتر. أول ما بتكتب مالتي لاين بيقول لك حدد نقطة البداية، زي بالظبط أمر لاين وأمر بولي لاين بالظبط. بس في هنا حاجة اسمها الجاستيفيكيشن، وحاجة اسمها السكيل، وحاجة اسمها الستايل. حاليا الستايل اللي احنا بنشتغل عليه هو الستاندر. الستايل ستاندر هو عبارة عن خطين المسافة ما بينهم 1 يونت، 1 الوحدة. احنا دلوقتي شغالين بوحدة مثلا ملي، يبقى المسافة ما بين الخطين 1 ملي. طب انت لو كنت شغال بوحدات السنتي يبقى المسافة ما بين الخطين 1 سنتي. طب انت لو شغال بوحداتك بالمتر يبقى المسافة ما بين الخطين 1 متر. يبقى النوع الستايل اللي هو اسمه ستاندر، الديفولت في البرنامج المسافة ما بين الخطين 1 الوحدة. انا دلوقتي وحداتي بالملي علشان انا ما زلت شغال على القالب اللي هو كاد ايزو. فدلوقتي نلاحظ اللي فيه هنا حاجه اسمها سكيل. لو ضغطت على السكيل هيقول لي ان السكيل عندك 20. ليه 20؟ علشان هو خلى المسافة ما بين الخط والخط 20 في 1 في الوحدة، يعني خليها لي 20 ملي. طب أنا عايز أخلي المسافة ما بين الخطين وليكن 15 سنتي. 15 سنتي يعني 150 ملي. فأنا أجي أكتب هنا 150 انتر. هو هنا يفهم إيه؟ يفهم إن الستايل اللي هو نوع ستاندر اللي المسافة ما بين الخطين فيه 1 الوحدة، ضربته في سكيل 150، فبقت المسافة ما بين الخطين 150 الوحدة، وانا الوحدة بتاعتي هي الملي، يعني 150 ملي. ونيجي بعد كده على حاجة اسمها الجاستيفيكيشن. والجاستيفيكيشن هنا لو ضغطنا على كلمة جاستيفيكيشن هنلاقي في 3 خيارات، هو التوب والزيرو والبوتوم. انت عندك خطين، الخطين دول هتمسكهم من فوق ولا من المنتصف ولا من اسفل؟ فاحنا بنحبهم من التوب او من الزيرو. فهنا الديفولت عندك التوب. بعد ما انت ظبطت الكلام ده كله، اللي هو اهمه دلوقتي هو السكيل، خليته 150 عشان اتحكم في المسافة ما بين الخطين. هاجي اضغط على نقطة البداية واتحرك الاقي خطين المسافة ما بين الخطين 150 ملي. امشي في الاتجاه ده مثلا اللي هو اتجاه اكس، وليكن مثلا 10 متر او خليها 5 متر. 5 متر يعني كام ملي؟ يعني 5000. اكتب 5000 انتر. نلاحظ دلوقتي ان الرسمة عندنا كبيرة ومش عارف ولا اعمل زوم ان ولا زوم اوت، معلقة. اعمل امر اسكيب، زوم ان وزوم اوت يشتغل معايا. امسح الشغل بتاعي، انتر. اعمل تاني ال انتر. احدد نقطة البداية علشان هو خلاص فاكر من المرة اللي فاتت ان السكيل 150. احدد نقطة البداية وامشي في الاتجاه ده واكتب 5000 انتر. وبعد كده 5000 مش 500، ازود كمان 4500 انتر. وبعد كده انزل وليكن مثلا 3000 انتر. خلي بالك انا بدخل وحداتي بالملي. وبعد كده اتحرك هنا مسافة 5000 انتر. وعايز اقفل المسار ده ممكن ما اروحش هنا، علشان انا لو رحت هنا مباشر هنا هيحصل لي هنا تداخل، يعني دي مش هتتمسح. اما انا دلوقتي هعمل حركة حلوة، هعمل حاجة اسمها سي انتر. فبمجرد اما اعمل سي انتر هو بيقفل لي المسار لوحده وبيمسح لي الزيادات اوتوماتيك، عشان هو بيتعامل مع ان المسار ده كله حاجة واحدة. خلي بالك اللي فيه هنا حصل نقطة. ليه حصل نقطة هنا؟ علشان انا مشيت الاول مسافة كانت 500، وبعد كده زودت عليها مسافة 4500. نعمل مسار تاني ال انتر. هنحدد نقطة البداية، بس قبل ما نحدد نقطة البداية هخلي السكيل وليكن مثلا 100 انتر. كده يبقى المسافة ما بين الخطين 100 ملي يعني 10 سنتي. هاخد من هنا سناب وامشي وليكن مثلا امشي 4000 انتر، وانزل تحت 2000 انتر. وبعد كده اتحرك هنا 1000 انتر. وبعد كده اعمل سي انتر. نلاحظ ان المسار عندنا اتقفل عادي خالص. نلاحظ دلوقتي اللي احنا كل شغلنا على حاجة اسمها ستاندر.
اللي هم خطين المسافة ما بينهم كانت 1 الوحدة. طيب انا لو عايز اعمل بقى عندي ستايل جديد بمواصفات معينة جديدة، وليكن المواصفات دي اللي انا مثلا عايز ابين هنا، مثلا اجي هنا ارسم خط هنا، عايز ابين اللي ده خط مثلا تشطيب، والخط ده مسطرة، اخش تاني وخط جوه تاني تشطيب. عايز البولي لاين اللي انا اشتغل بيه يبقى عبارة عن 4 خطوط، يبقى عبارة عن 5 خطوط، علشان يبين له الحيطة وتشطيبها. ده يتعمل ازاي؟ والكلام ده اللي بيكون مفيد اكتر لشغل عمارة، فده هنوضحه مع بعض. هنحدد ده ونعمل انتر. هاجي هنا اكتب MLST اللي هو اختصار مالتي لاين ستايل، انتر. هيتفتح معانا حاجه اسمها مالتي لاين ستايل. يقول لك انا عندي حاجه اسمها ستاندرد. الستاندرد ده هو عباره عن خطين زي ما احنا شايفين اللي احنا كنا شغالين بيه. اقول له انا هعمل نيو. خلي بالك ان الاسم اللي انت هتكتبه هنا في الستاندرد انت محتاج اللي انت تكون حافظه كويس. فانا مثلا هسميه وول 1 واعمل حاجه اسمها كونتينيو. خلي بالك ان الاسم ده مهم، كونتينيو. اول لما بيجي يفتح معايا بيقول لي انت عايز هنا تعمل ديسكريبشن، اقول له مثلا هسميها وول 1. اجي هنا يقول لي هل انت عايز تعمل كاب، يعني لبدايه الخط ولنهايته تعمل كاب اللي هو قفل من النهايه والبدايه؟ اقول له لا، انا مش عايز اعمل كاب. دي كلها مواصفات انا في غنى عنها. هنا بيقول لي هل انت عايز تعمل حاجه اسمها فيل كلر، يعني المسافه ما بين الخطين. لو انت عندك خطين، هل انت عايز المسافه دي تكون انت داهنها؟ ممكن انا هنا اتحكم في اي لون من الالوان دي، بدل لما المسافه ما بين الخطين ما يبقاش متلونه، يبقى الخطين بس هما اللي ظاهرين والمسافه ما بينها ما يبقاش فيها الوان. ممكن انا احط هنا الوان، بس احنا هنسيبها برضو نون. نلاحظ اللي ده الستاندرد ده القديم، تلاحظ اللي هو كان نص اوفست وسالب نص اوفست. فانت لو جيت تستنتجها معايا، انت عندك خط زيرو في النص، طالع فوق نص ونازل تحت نص. لو انت جمعت النص اللي فوق والنص اللي تحت هيديك معايا 1، عشان كده كان 1 يونت. فانا هاجي دلوقتي ادخل ابعاد الحيطه الحقيقيه، وليكن وول 1 دي بتتكون من 10 سم مثلا طوب. فال10 سم دي اجي ادخلها هنا، اجي اقف على اول الطبق اللي فوق واقوم رايح كاتب 10. يبقى دلوقتي 10، لا غلط، اخلي دي 5 واقوم رايح جاي على دي اخليها -5، علشان دايما يكون عندي خط صفر باخد من فوقه واخد من تحته. طيب جميل. ممكن اتحكم هنا في لونهم، وليكن اخلي الطوب مثلا عندي، اخش هنا على سيلكت كلر واخليه لونه رصاصي. اجي هنا نفس القصة اخليه لونه رصاصي. اجي هنا اعمل اد واقول له انا هعمل طبقة تانية، بس دايما بقيس من اوفست الصفر بتاعي. طيب الطبقة دي سمكها قد ايه؟ بعد الطوب سمكها مثلا 2 سنتي او سمكها سنتي. خليها سمكها سنتي. فسمكها سنتي بلس ال5 يبقى 6. واقوم رايح عامل اد كمان واحدة، اقوم قايل له -6. طيب ما ننساش نديها اللون -6، وليكن لونها احمر، او نخليها مثلا اخضر. ما بنحبش نشتغل بالاصفر عشان في الطباعة ما بيبانش. اخضر. يبقى دلوقتي ايه اللي هو هيفهمه اللي فيه منتصف، في نقطة صفر فوقها 5 وتحتها -5، يبقى السمك بتاعها قد ايه؟ يبقى السمك بتاعها 10 سنتي. وبعد كده في عندك طبقة محارة 6 فوق و-6 تحت، يبقى 12. يعني معناه ايه؟ سنتي جوه وسنتي بره. طب جميل. ممكن اعمل اد كمان واعمل كمان طبقة، وليكن الطبقة دي سمكها 2 سنتي، ف2 سنتي يعني تبقى 8، بس هي داخلي وليس خارجي، يعني هعملها فوق بس مش هعملها تاني. هنيجي هنا ونعملها دي بالازرق ونضغط اوكي. نلاحظ دلوقتي ان مكونات الحيطة عندنا زي ما واضحة قدامنا في الصورة دي. هضغط اوكي. عايز اشتغل دلوقتي بالحيطة دي، اكتب ML انتر واجي هنا على ستايل. بدل ما انا كنت شغال على اللي اسمه ستاندر، اكتب هنا وول 1. طب جميل. هو انت وانت بتدخل الستايل بتاع الحيطة كانت مدخلاتك ايه؟ كانت مدخلاتك 5 فوق وسالب 5 تحت، و6 فوق وسالب 6 تحت، و8 فوق. فدي مدخلاتك بالملي. هل انت عايز الحيطة تكون
5 فوق و5 تحت ملي، لا ده انا عايزها سنتي، كنت اقصد سنتي. فكان المفروض وانت بتعمل الستايل كنت تعمله يبقى مثلا 50 وسالب 50، 60 وسالب 60، وتعمل 80. طب انا نسيت وغلطت ومتعمد اللي انا اغلط، فاجي هنا اعمل في السكيل بدل ما كنت اضربه في 1 اضربه في 10. انتر. نيجي دلوقتي نرسم الحيطه بتاعتنا ونعمل سي انتر ونتفرج. نلاحظ دلوقتي ان الحيطه عندنا مكونه من الطوبه اللي جوه دي اللي هي كانت المسافه ما بينها اهي. نيجي دلوقتي نقيسها اهي، نلاحظ اللي هي 100 ملي يعني 10 سنتي، ونلاحظ ان المسافه دي 10 ملي اللي هي سنتي، وبره هنا 10 ملي اللي هي سنتي، ونلاحظ ان السكنس ده عندنا 2 سنتي اللي هو 20 ملي. يبقى دلوقتي حضرتك انا قدرت اعمل الحيطه دي بالمواصفات دي. يبقى انا كل المهاره اللي انا عايزها اللي انت لو دخلت الابعاد الحقيقيه بتاعه الحيطه في الستايل تيجي هنا تضرب في سكيل واحد. اما انا علشان دخلت الابعاد بوحدات الملي فكانت الوحدات صغيره قوي فضربت في سكيل 10. تمام كده. طيب نجرب حيطة تانية علشان نتأكد من اللي احنا بنعمله. ال ST انتر. هنخش هنا نعمل نيو واسميها وول 2 وادوس كونتينيو. يجي يقول لي دي الحيطة القديمة اللي انت كنت عاملها، دايما بياخد من القديم. اقوم قايل له امسح خليها لي 2. اجي هنا امسح كل الكلام ده، ديليت، اسيب دي. اقوم قايل له انا هخلي الحيطه وليكن السمك بتاعها وليكن 12 سم. 12 سم يعني المفروض 6 سم فوق وسالب 6 تحت، بس انا عشان ادخلها المره دي بالملي فانا هخليها 60. واقوم رايح عامل اخلي لونها هو اللي برصاص، وبعد كده اعمل اد واخليها سالب 60. وبعد كده اعمل اد، انا عايز اعمل محاره جوه ومحاره بره، اخليها دي 80 واخلي لونها، خلي لون المحاره اخليه اللون ده، وما ننساش دي نخليها لونها رصاصي. وبعد كده اعمل اد واخليها سالب 80، وبعد كده ادي اللون بتاعها اللي هو البينك. وبعد كده ده سمك الحيطه عندي اهي اوكي، نفس الشكل قدامي اوكي. بعد كده اكتب انتر واجي هنا في الستايل اشتغل على حاجه اسمها وول 2 انتر. وما انساش اجي هنا في السكيل اضربها في سكيل واحد عشان انا دخلت الابعاد جوه بالملي. انتر. اجي دلوقتي اشتغل، نلاحظ مع بعض سي انتر كلوز، الاحظ ان الحيطه عندي زي ما انا راسمها بالظبط. وبكده نكون عرفنا امر مالتي لاين ومالتي لاين ستايل. وشكرا لكم.